السورة التي تقرأها ليلا فتجلب لك الرزق صباحا. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء، واعتمد على الله سبحانه وتعالى وكأن الأسباب لا شيء. نعم، هناك الكثير منا يعانون من ضيق الرزق، ولكن ماذا نصنع لمعالجة هذه الأزمة بطريقة شرعية؟ نعم، هناك علاج قرآني لتلك المشكلة، فلم يترك القرآن الكريم أمرا إلا وتحدث عنه بما يجلب النفع للمسلمين ويكشف عن الضرر. إذا كنت تعاني من صعوبة في الرزق مما جعل حياتك مضطربة ومتوترة مع الكم الهائل من المتطلبات الضرورية للاستقرار في تلك الحياة، وخاصة عندما تكون رب أسرة وتكفل زوجة وأولاد وغيرهم، فلا بد أن تبحث عن العلاج الذي يخرجك من الضيق إلى الفرج وسعة الرزق إن شاء الله. وإليكم الطريقة المثالية لحل كافة مشكلات الحياة وخاصة مشكلة الرزق، إنه الاستغفار. نعم، فلا تتعجب، فكثرة الذنوب قد تمنع الرزق، ولذا يجب عليك بكثرة الاستغفار. قال تعالى: قل تستغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين. نعم، أنه أمر إلهي لنا. إذا أردنا كثرة الرزق في المال والولد فعلينا بكثرة الاستغفار، فمن أراد المال فعليه بالاستغفار، ومن لم يرزقه الله بالأولاد ويريد إنجاب الأطفال فعليه بالاستغفار. كما يجب على كل مسلم يشعر بالضيق في الرزق أن يقوم بقراءة الواقعة كل ليلة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تنفي الفقر. رواه أنس بن مالك. على كل مسلم بعدما ينتهي من صلاة الجمعة أن يفعل كما كان يفعل سيدنا جعفر الصادق رحمة الله. بعدما يخرج من باب المسجد كان يرفع يده بالدعاء إلى الله قائلا: اللهم إنا أدينا فرضك وانتشرنا في أرضك فابتغينا من فضلك فارزقنا وأنت خير الرازقين. أترككم في رعاية الله وأمنه، وأسألكم الدعاء إن شاء الله.